تعرف اهم الصفقات عن نادي الزمالك وعن النادي الاهلي؟ يلا بينا. واول حاجه معانا هي صفقات نادي الزمالك. واول صفقه لنادي الزمالك وبيحاول يتعاقد معاها هي صفقه زياد كمال. زياد كمال بيلعب في النادي المصري في خط النص، وده اللي طلبه سوريو، انه عايز لعيب في خط النص. وزياد كمال معار من نادي انبي للنادي المصري، والزمالك بدا تفاوض بشكل جدي مع نادي انبي. واحنا زي ما احنا متابعين ان بعد اداء عمرو السيسي ورؤى السيء جدا واللي مش على مستوى نادي الزمالك، اصر سوريو انه عايز خط نص 6 عشان يقدر ينفذ طريقته والطريقه اللي هو مصر عليه، اللي هو عايز خط نص 6. وقال لهم كمان بالاسم زياد كمال، طلب زياد كمال، ونادي الزمالك بيتفاوض معاه بقوه لابرام هذه الصفقه، وهي صفقه مهمه جدا جدا وسنه صغير وينفع نادي الزمالك في الفتره القادمه والمستقبل. وتاني صفقه معانا لنادي الزمالك هي صفقه محمد شامي اللي طلبها ميدو وطلبها ايضا سوريو. محمد شامي عقده انتهى مع الاسماعيلي، وبعد اصابه شلبي طلب سوريو يتعاقد مع واحد بيلعب من ناحيه مصطفى شلبي، وهو الافضل بالنسبه له سوريو ان محمد شامي هو الافضل انه يلعب في المكان ده. عارفين محمد شامي ان عقده انتهى مع الاسماعيلي، ودلوقتي الزمالك نادي الزمالك بيتفاوض بقوه، واللاعب هينتقل للزمالك حر، لاعب حر حاليا وهيقدر ينتقل للزمالك بشكل جيد. الصفقه معانا هي الجلاصي. الجلاصي عارفين الفتره الاخيره بيقدم اداء مميز جدا مع النادي المصري، وكان في تنافس بين فيوتشر والنادي الاهلي وبيراميدز على الجلاصي، والجلاصي من امهر اللعيبه في الدوري، ولكن الجلاصي هو ميال اكتر لنادي الزمالك، فعشان كده نادي الزمالك راح له على طول عشان يتعاقد معاه، ودلوقتي بيتفق معاه وفي تفاوضات بشكل قوي مع النادي المصري ومع الجلاصي للجلاصي عشان يقدروا يمضوا معاه نادي الزمالك. ورابع صفقه لنادي الزمالك هي الصفقه الاهم اللي طلبها سوريو من نادي الزمالك بقوه، هي صفقه لاعب نادي الرجاء. لاعب النادي الرجاء اللي هو اسمه يسري بازوق. يسري بازوق من اهم اللعيبه، هو جنسيته الجزائريه. يسري بازوق الجزائري من اهم اللعيبه في الرجاء في الفتره الاخيره، والزمالك طالبه لتعويض ايضا مصطفى شلبي او زيزو، ان هو بيلعب من ناحيتين. يسري بازوق لاعب مميز جدا جدا جدا، والزمالك اصر او سوريو اصر ان هو يتعاقد معاه لانه من اهم اللعيبه في افريقيا حاليا. ودي واحنا امبارح اتكلمنا في الفيديو بتاع امبارح عن لعيب اجنبي شمال افريقي وهو يسري بازوق. وصلنا معلومه دلوقتي ان الزمالك بيتفاوض معاه بقوه مع نادي الرجاء عشان يخلصوا مع يسري بازوق، من لعيبه مهمه جدا 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 وهتفيد نادي الزمالك في الفتره الجايه. الى اخبار نادي الاهلي، يلا بينا. النهارده هنتكلم كمان عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بطل الدوري، بطل افريقيا. النادي الاهلي بعد ما توج امبارح بالدوري وفي وجود امام عاشور، واحتفالات النادي الاهلي كانت رائعه، واحتفالات مع كابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي هو الافضل حاليا في افريقيا وفي مصر كمان. النادي الاهلي ابرم صفقات اتكلمنا عليها امبارح، والنهارده هيرجع بعض المعارين ان لكولر طلبهم، زي صلاح محسن. صلاح محسن كولر اشاد بيه اشاده كبيره في الفتره الاخيره، والمستوى الرائع اللي قدمه مع سيراميكا كليوباترا. عايزه كولر، وعايزه قال لك انا عايز صلاح محسن، وكمان عايز كريم نيدفيد. كريم نيدفيد راجع النادي الاهلي، هو كان معار النادي فيوتشر بعد الاداء ايضا الرائع اللي قدمه مع فيوتشر وفي افريقيا وفي الدوري، والاداء القوي اللي قدموه فيوتشر في الدوري الفتره الاخيره. نيدفيد كان احد الاسباب القويه في مستوى فيوتشر في الفتره الاخيره، ولكن كولر طلبه قال لك انا عايز نيدفيد. هيبقى برده خط النص، تدعيم خط النص، لان عمرو السوليه اصاباته كتير. امام عاشور برده موجود، لسه ما رجعش من الاصابه قدامه 3 شهور، فممكن الاهلي هيبقى يحتاج لاعب خط نص جنب مروان عطيه وعلي دانج لحين تجهيز امام عاشور، لحين تجهيز عمرو السوليه. واقدر اقول لكم بهذه الصفقات النادي الاهلي مش محتاج حد تاني خط النص. النادي الاهلي خط نص قوي جدا في الدوري المصري في افريقيا. النادي الاهلي داخل على بطولات كتير، ويحتاج طبعا كريم نيدفيد، ويحتاج صلاح محسن في البطولات القادمه. ودلوقتي النهارده كمان هنكمل كلامنا عن النادي الاهلي وعلى افضل الصفقات اللي عملها النادي الاهلي. النادي الاهلي قريب جدا 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 من بوبو لاعب فيوتشر، ايضا لاعب مهم جدا جدا وقدم مستوى قوي السنه اللي فاتت، وكان الاهلي اتكلم عليه ولكن ما حصلش نصيب النادي الاهلي يجيبه السنه اللي فاتت، ولكن السنه دي ايضا اتكلم عليه وتراجع، وكان هيتكلم عليه دلوقتي لان هو محتاجه. لان عندنا خبر مهم ان قفشه جاي له اعاره او جاي له عرض قوي من الخليج للاعاره، والنادي الاهلي بيفكر ان يعير قفشه ويجيب بوبو. هو افضل لاعب يقدر يلعب مكان قفشه في المركز ده، لان هو قدم مستويات قويه السنه دي وقدم مستويات قويه مع فيوتشر،
وعمل موسم رائع مع فيوتشر اللي هو احرزه فيه المركز الرابع. وهي اهم صفقه النادي الاهلي هي بوبو، فعلا هتبقى مفيده جدا جدا جدا. قلت لكم معانا كريم نيدفيد وامام عاشور وكمان بوبو، لعيبه اضافه كبيره للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيحارب على صفقات قويه جدا جدا، وهتبقى صفقات سوبر عشان النادي الاهلي داخل على كاس العالم وداخل على السوبر الافريقي وداخل ايضا على منافسه قويه مع بيراميدز، لان بيراميدز مش هيسكت. لان ايضا عندنا خبر مهم جدا جدا لنادي بيراميدز، والناس المهتمه لاخبار بيراميدز ان مصطفى فتحي جدد مع بيراميدز بالفعل، وكان جاي له عروض طبعا من النادي الاهلي، ولكن رفض مصطفى فتحي وقال لك انا هكمل مع بيراميدز، لانه كان منتظر نادي الزمالك. ولكن برضو كان جاه اخبارنا برضو ان طلائع الجيش كان بيتفاوض مع نادي التعاون عشان مصطفى فتحي، ولكن طلائع الجيش ما قدرش يخلص. نادي بيراميدز فعلا خلص مع التعاون وخلص مع مصطفى فتحي. ومصطفى فتحي من اهم الصفقات اللي اعتقد هتبقى اهم صفقه لنادي بيراميدز في الدوري القادم عشان ينافسوا على بطوله الدوري. وايضا النادي الاهلي قدامه منافسه مع بيراميدز مع الزمالك، الصفقات مع الزمالك قويه، والزمالك وقادر مستشار مرتضى منصور انه يرجع الزمالك بصفقات قويه. والنهارده اعلن مرتضى منصور، احنا عارفين اعلن من يومين ان هو يوم الخميس في مؤتمر ممكن يعلن عنه على الصفقات الجديده، ولكن مؤتمر مهم جدا جدا النهارده لمرتضى منصور. اخر حاجه معانا في الفيديو النهارده، ما تنسوش اللايك والاشتراك لان تدعمونا عشان نقدر نكمل في المحتوى الرياضي وعشان نقدر نكمل ننزل فيديوهات كتير وكتير. اعمل لايك واشتراك ان شاء الله ويوصلك كل جديد منا، صفقات النادي الاهلي ونادي الزمالك وصفقات اوروبيه، وانتظروا مننا فيديوهات تاني.